عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على القوات العسكرية المشاركة في قوات حفظ السلام الأممية. تشارك القوات المسلحة التونسية بفاعلية في مهام حفظ السلام الأممية والإفريقية من عام 1960، حيث ساهمت في أكثر من 20 بعثة دولية، أبرزها في الكونغو، كوديفوار، مالي، وتتواجد حاليا بقوة في جمهورية أفريقيا الوسطى بفيلق مشاة خفيف، سرية تدخل سريع، وحدة نقل جوي، وهذا الكل لتعزيز الأمن وحماية المدنيين. نشوفوا مع بعضنا أبرز المعلومات حول قوات حفظ السلام التونسية. بالنسبة للتاريخ والمشاركة، بدأت كما قلنا المشاركة في سنة 1960، لتشمل فيلق عسكرية، ملاحظين، ووحدات جوية. بالنسبة لمناطق الانتشار، تركزت الجهود في دول إفريقية تشهد نزاعات مثل الكونغو الديمقراطية، كوديفوار، مالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى. قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، تونس تشارك فيها بفيلق مشاة خفيفة، وسرية تدخل سريع، وحدات مروحيات ثم UH-1 للنقل والإسناد. بالنسبة للمهام، تنفيذ دوريات أمنية، تأمين المنشآت الحيوية، حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، والإخلاء الطبي. تلقى الوحدات التونسية إشادات أممية لمهنيتها وانضباطها، وتم منحها أوسمة الأمم المتحدة لجهودها في إرساء السلام في عدة مناسبات. كما نشوفوا زادة في الصور، العنصر النسائي حاضر بقوة، تساهم النساء التونسيات كضابطات في هذه المهام لتعزيز الحماية والتوعية. تندرج هذه المشاركات في إطار التزام تونس بالمواثيق الدولية لدعم السلم والأمن في العالم. نخليكم تشوفوا شوية صور وفيديوهات للبعثة التونسية في بعض الدول الأفريقية السنوات